احنا عايزين ننبه الناس إلى خطورة هذه الأحاديث، وسأحاول بقدر المستطاع أن أذكر الأحاديث المشهورة التي يعني يتكلم بها كثير من الناس. يعني مثلا من الأحاديث المشهورة التي يرددها الناس حديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري. هذا الحديث حديث باطل، تفرد بروايته راوي اسمه عبد الله بن واقد الحراني، وأورد الإمام ابن حبان هذا الحديث في ترجمته في كتاب المجروحين، وقضى على حديث هذا بالبطلان، ووافقه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال عندما أورد هذا الحديث. الحديث ده كتير تسمعه من يعني رجال حتى لهم شأن يعني، لكن ليس الحديث من صناعتهم. كذلك الحديث القدسي الذي حكم الذهبي أيضا عليه بالبطلان: قال الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي أهل شكري أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب والحسنة عندي بعشر أمثالها وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها. هذا كذب لم يقله رب العزة تبارك وتعالى ولم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. كذلك مثل حديث: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا باطل لا أصل له لا إسناد له. برضو حديث: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليلتمس له ربا سواي. برضو ده محشور من جمرة الأحاديث المكذوبة على رب العزة تبارك وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابي الذي نسبوا إليه هذا الحديث وعلى الرواة الذين رووا هذا عن الصحابي إلى آخره. ومن الأحاديث برضو اللي هو يعني بيسألوا عنها: صلوا وراء كل بر وفاجر. هذا الحديث ضعيف. حديث: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فجنودهم خير أجناد الأرض. هذا باطل. كذلك حديث: إياكم وخضراء الدمن. يعني بحاول الأحاديث اللي هي وردت أن أنا أحكم عليها أدي لها بس حكما عاما ثم بعد ذلك أرجع إليها وأبين لكم سبب ضعفها. بس أنا بدي لكم برضو مجموعة من الأحاديث التي وردت إلي. أهوت مثل: عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون. هذا كذب. وبرضو الحديث القدسي: أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أشغلتك بما تريد ولا يكون إلا ما أريد. يعني الكلام ده برضو هذا كذب لا يصح. كذلك برضو: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا لا أصل له. وحديث: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا. هذا واهن ضعيف يعني جدا. قصة الحمامة اللي عششت على الغباب الغار والعنكبوت والقدة، هذا أيضا ضعيف لا يثبت. برضو: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء إلى من مهاجرا من مكة إلى المدينة، طلع الولائد يستقبلونه بالدفوف ويغنوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع إلى آخر الأبيات اللي انتم عارفين هذه. طبعا يعني أنا يعني اللي يقول هذا الكلام على الأقل مش دارس جغرافيا. اللي يقول هذا الكلام مش دارس. ليه؟ لأن ثنيات الوداع إنما هي في الشمال، لا يراها أو لا يمر عليها إلا القادم من الشام وانت نازل كده رايح المدينة. فإيه اللي دخل ثنيات الوداع؟ إيه اللي جاب ثنيات الوداع كمكان ما بين مكة والمدينة؟ الكلام ده لو افترضنا جدلا أنه صحيح يعني يمكن أن يقال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، من غزوة تبوك. تعرف تبوك كانت في الشمال،
لما رجع من تبوك ورجع المدينة واستقبلوه وقالوا طلع البدر علينا، الكلام ده حتى لو ثبت بإسناد يعني ممكن نقول ماشي الحال على أساس أنهم يمرون على ثنيات الوداع. برضو حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا منكر. وحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف. وحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا أيضا حديث لا أصل له. حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا باطل. يعني ليه؟ لأن جفوة النبي كفر، جفوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولم يقل أحد من المسلمين قط أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أجل القربات أنها داخلة في مناسك الحج. بل الإنسان إذا ذهب فحج ولم يذهب إلى المدينة أصلا فحجه صحيح ولا شيء فيها. وزيارة المسجد النبوي على يعني صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليست في شيء من مناسك الحج. إزاي بقى يقال من حج ولم يزرني فقد فاني وجفوته يعني من كبائر الذنوب إن لم تكن كفرا والعياذ بالله. فبرضو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها، هذا منكر أيضا. اطلبوا العلم ولو بالصين، هذا باطل. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى زكاة الفطر، هذا ضعيف. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا برضو برضو يعني من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت لي، لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله، بل الحلال ما أحله الله ورضيه، والحرام ما حرمه الله وأبغضه. فإذا أباح الله عز وجل شيئا لا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى، بل لابد أن يكون مما يرضاه لعباده. وحديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، هو الحديث ده باطل. هو اللي وضع الحديث ده فاكر العرش ده كرسي؟ ده في كل ثانية تحدث حالة طلاق في جنبات العالم، كل ثانية. يعني كل ما واحد يقول لمراته أنت طالق العرش يهتز، ده هو العرش ده إيه؟ فبرضو يعني أنا عايز أقول دي نماذج من الأحاديث التي وردت إلي، وكثيرا ما نسمعها على أعواد المنابر ونسمعها من الخطباء وبكل أسف في الإذاعات وفي الفضائيات والكلام ده.